بن شرقي لوحده مضيع لك جولين ثلاثه او ثلاثه اربعه، لا مش جولين ثلاثه، ده ثلاثه اربعه. الاهلي سجل هدف ثالث عن طريق اسامه ابو علي، بعد كده هم رجعوا بسرعه ويسجلوا هدف تعادل عن طريق سومو، ضربه ركنيه. احنا بنلعب مع سومو او بنلعب مع سومو ده باحمد رمضان بيكهام. يا جماعه انتوا بتهزروا ولا ايه؟ احنا احمد رمضان بيكهام هو اللي بيلعب من على سومو في ضربه ثابته؟ لله الامر من قبل ومن بعد. المهم ده علي بن رمضان بيسجل هدف عظيم، يعني محمد علي بن رمضان بيسجل هدف حلو قوي 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 في الدقيقه 64، ومن الدقيقه 64 لحد الدقيقه 90 الاهلي كان بيتفنن ان هو يضيع كوره. الاهلي كان بيتفنن ان هو يضيع الكوره حرفيا. الاهلي كان بيتفنن ان هو يضيع الكوره امام مرمى بورتو. الاهلي النهارده عامل شويه احصائيات، اجمالي تصويبات 23 تصويبه منهم 12 اون تارجت، الناحيه الثانيه 17 منهم 7 اون تارجت. محمد الشناوي تعامله مع الكرات التصويبات البعيده كانت مشكله. انا ما عنديش مشكله انك يدخل فيك اهداف من تصويبات، انا عندي مشكله التعامل بتاعك في التصويبات يبقى عامل ازاي. يعني كوستن الشناوي بيجري ورا الكوره، لا الموضوع مقرف. يعني كوستن الشناوي بيجري ورا الكوره، لا الموضوع صعب. يعني على الاقل راموس الحارس اللي هناك عمل تصديين في انفرادين، يعني في كوره من بن شرقي وفي كوره ثانيه. اما بالنسبه للكوره اللي الجون كان فاضي وعمر كمال عبد الواحد طلعها شاطها في المدافع، دي غريبه، يعني غريبه. لا بجد غريبه. جراديشار كان بيلعب زمايله حلو، بس لحظه الفينش لا، الولد واضح ان الثقه في النفس راحت في داهيه. يعني الولد واضح ان الثقه راحت في داهيه. يعني بعد ما اسامه طلع واتصاب جراديشار نزل، ولما جراديشار نزل بان قد ايه هم دمروا جراديشار في الفتره اللي كان فيها كابتن عماد النحاس. لا بجد دمروه. احنا جراديشار ده محتاج اعاده ترميم تاني. يعني احنا جراديشار ده هم نصوه كوره حرفيا. يعني هو الواد بيلعب بالاساسيات اللي عنده، بيلعب بالبساطه اللي عنده، بيلعب بوش رجل الخارجي اللي عنده. النهارده عمل واحده وش رجل الخارجي واشرف بن شرقي دوت عظمه. اي نعم بن شرقي جه في الاخر وزهق زيزو من كتر ما انت عمال تضيع، ومن كتر ما انت مش بتحاول تباصي لزمايلك.